طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يخاطب مجلس حقوق الإنسان. العثور على آثار قديمة في أودوليس. نفير تنموي في إنجنيقيا. بعثة الأمم المتحدة تبدأ انسحابها تدريجي من الكونغو الديمقراطية. الرئيس الفلبيني يشير إلى رفع مستوى العلاقات مع أستراليا. معدل الولادة بكوريا الجنوبية في أدنى مستوى له. من العناوين إلى التفاصيل. ألقى مندوب إريتريا في مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة في اجتماع أوضاع حقوق الإنسان في إريتريا الذي عقد أمس 28 من فبراير. وقال مندوب إريتريا أن إريتريا كانت ضحية لولايات المجلس المسيسة والانتقائية على مدى السنوات 12 الماضية، وقدم توضيحا حول موقف في قضية حقوق الإنسان. وأوضح بأن إريتريا تؤكد التزامها الكامل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأوسع أبعادها، وهذا الالتزام يكمن في الوطنية التي تحققت بعد كفاح مسلح طويل الأمد من أجل حقوق الإنسان للشعب الإريتري. وذكر على الرغم من العدائيات الخارجية القاسية حققت إريتريا تقدما ملموسا بسياقة سياسات تنموية ترتكز على العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات. وقال أن حقوق الإنسان هي محور كل القضايا العالمية التي نواجهها اليوم، ولا يمكن لأي دولة أن تعالجها بمفردها، ومن المهم الاستجابة لهذه التحديات بفعالية وجماعية تتطلب حوارا حقيقيا وشراكة عادلة. وأوضح بأن استغلال الولاية لحقوق لحقوق الإنسان لأغراض جيوسياسية يجعل المجلس أداة سياسية، مشيرا إلى إمكانية وجود فجوات في مجال حقوق الإنسان في كل دولة، ولأن عملية حقوق الإنسان لها طبيعة وديناميكية متصلة، فإنه يجب معالجتها من خلال الحوار الحقيقي والمشاركة على المستوى الدولي. وشدد مندوب إريتريا على أن فرض بعض الدول تدابير أحادية الجانب يتعارض مع تعزيز حقوق الإنسان ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، مناشدا إصلاح ازدواجية المعايير في مجال حقوق الإنسان. كشفت الحفريات في أودوليس الأثرية هذا العام عن فخار يعود تاريخه من 1500 إلى 500 عام قبل الميلاد. وأوضح علماء الآثار أن هذا الاكتشاف يعزز الأثريات المكتشفة سابقا في الموقع، والتي يعود تاريخها من القرن الأول إلى القرن السابع قبل الميلاد، ويساعد على فهم المراحل الأولى من تاريخ الموقع الأثري. وقال منسق مشروع أودوليس الدكتور تساغاي مدين لوكالة الأنباء الإريترية إيرانا أنه على الرغم من العثور على الفخاريات التي توضح مختلف المراحل منذ بداية الحفريات، إلا أن العمل الحالي متفوق في قدمه ومراحل التاريخ التي يشملها، معربا عن ثقته في أنها ستسلط الضوء على منطقتنا. من جانبها أوضحت البروفيسورة الإيطالية سيريانا ماس أن أودوليس هي المدينة القديمة الوحيدة المبنية بالحجر في أفريقيا تحت الصحراء، مما يجعلها فريدة من نوعها وذات أهمية عالمية كبيرة. وقالت أنها ستعزز الأدلة المرتبطة وستنقل الموقع القديم إلى مرحلة جديدة من التنقيب، ويقوي الأدلة المكتشفة والكتابات الأثرية والمثلات التي تربط أودوليس بأرض البونت، وينقل الموقع القديم إلى مرحلة جديدة من التنقيب. وقال عالم الآثار الدكتور أبراهام زراي أن هذا الاكتشاف يمكن أن يساعد في فهم حضارات القرن الإفريقي وجنوب البحر الأحمر. وذكر عالم الآثار الشاب تخلوين النقاسي أن العثور على عمود كامل بخرازاته وزخرفته للمساعدة في إعادة بناء مدينة أودوليس القديمة كان إنجازا آخر لأعمال التنقيب هذا العام، إلى جانب اكتشاف الفخاريات.
مشيرا إلى أن اكتشاف الأعمدة التي فقدت لونها ومحتوياتها بسبب الشمس والرياح اكتشافا مهما يساعد في إعادة تكوينها بالشكل واللون المناسبين. بدأ مشروع التنقيب في أودليس في العام 2011، وهو مشروع مشترك بين علماء الآثار الإريتريين والإيطاليين. نظمت جمعية المعلمين فرع الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في 26 من فبراير في مدينة صنعاء لتعزيز القدرات المهنية لأعضائها. ركز تدريب مدراء المدارس والمشرفين ومسؤولي التعليم والمعلمين على القيادة والإدارة والأخلاقيات المهنية وخطط العمل وتوزيع الأعمال ومراقبة العمل. وأوضح مسؤول تنمية الموارد البشرية في فرع التعليم بالإقليم الجنوبي الأستاذ والجرجيس موغوس أن التدريب تم تنظيمه لأهمية القدرة الإدارية للمعلمين للتغلب على التحديات التي تواجه العملية التعليمية. وقدم رئيس فرع نقابة المعلمين في الإقليم الجنوبي الأستاذ تخستي ياسو توضيحا حول قوانين ودستور الجمعية والقضايا ذات الصلة والخطط المستقبلية. وقال مسؤول التعليم في مديرية صنعاء الأستاذ عمر الدين محمد أن المعلمون هم بنات الأجيال القادمة ويحتاجون إلى تدريب لتعزيز قدراتهم من وقت لآخر. ومن جانبهم اقترح المتدربون استمرار مثل هذه الدورات التدريبية لما لها من فوائد واضحة في عملية التعليم. نظم في 23 من فبراير مهرجان الطلاب في مدينة عدة قيح لبناء طلاب عقليا وجسديا وتوريث القيم وتبادل الخبرات عبر المسابقات. وأوضح مسؤول فرع الرياضة والثقافة في المديرية الأستاذ مانييل ملاكي أن المهرجان شاركت فيه 26 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية بمحتوى ثقافي وفني ورياضي وتعليمي. وذكر مسؤول التعليم في مديرية عدة قيح الأستاذ بيانات سفاي أهداف وأهمية المهرجان داعيا لتضافر الجهود الشعبية لرفع مشاركة الإناث. وقدمت في الختام الكؤوس والجوائز المالية والطواقم الرياضية للفائزين. ودعا طلابا للتمهيد الأرضية لتنظيم المهرجان مرتين سنويا. يقوم سكان ضاحية جيناق في مديرية حقات بأنشطة نفير لحماية التربة وحفظ المياه بهدف الاستقرار البيئي ورفع الإنتاج الزراعي. وأوضح مدير الضاحية السيد حامد محمود أن النفير التنموي الذي بدأ في شهر يوليو من العام 2022 ساهم في تثبيت التربة وحفظ مياه الأمطار. وقال إن 100 من السكان وأعضاء قوات الدفاع وخبراء الزراعة يشاركون في النفير. وأفاد السكان بنائهم حفيرا لحل إشكالية المياه إلى جانب أنشطة النفير منادين لإيجاد حل دائم لمشكلة المياه. وذكر المنظمون والمشرفون على البرنامج بأن معظم الأراضي الزراعية جاهزة لموسم الخريف ويجب تنسيق الجهود لحصاد وفير. تقع ضاحية إنجناق على بعد حوالي 12 كيلومترا شمال شرق مدينة حقات. تقوم عيادة دربوشات في مديرية الدهلك بسهم صحي فاعل لرعاية الأمومة والطفولة. وأوضح مسؤول العيادة الممرض المساعد محمود محمد أن العيادة تقدم رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وفحوصات الدم الطوعية والتهاب الكبد بالإضافة إلى خدمات التحاليل المخبرية والصيدلة. وأشار إلى أنه يتم تنظيم حملات ومحاضرات مكثفة لتوعية المجتمع بالطب الحديث. وأضاف أن تغطية رعاية الأمومة والطفولة في العام 2023 بلغت 73%، وخدمات الولادة في 63%، والتطعيم الروتيني للأطفال والحوامل 85%، وتطعيم ضد سرطان عنق الرحم 100%. يخدم مركز دربشات الصحي قرى دبعلو وسلعيت ودهل الكبير ودربشات. قدمت قطع الأراضي السكنية لأراضي الملكية الخاصة تصل ل 74 مواطنا بينهم 26 امرأة في قريتي تخلوبا وأمبيتو في ضاحية تخلوبا ومديرية ميعيني.
وأوضح مسؤول مكتب وزارة الأراضي والمياه والبيئة في المديرية السيد روسام قبر هوريات أن توزيع قطع الأراضي جرى يوم 20 من فبراير للمواطنين الذين أوفوا بالإجراءات اللازمة. وقال مدير مديرية ماعين بالإنابة سيد كفلي منقس أن عملية توزيع قطع الأراضي السكنية ستستمر في القرى المتبقية. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. بدأت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية انسحابها من البلاد بناء على طلب من كينشاسا، مع تسليمها رسميا أولى قواعدها شرقا للسلطات المحلية. وبعد مهمة بدأت قبل 25 عاما، أعلن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر الماضي قراره سحب القوات الأممية على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق البلاد. وأكدت الأمم المتحدة وكينشاسا أنها تريدان أن يكون الانسحاب منظما ومسؤولا ومستداما، وبالتالي تم اعتماد خطة فك ارتباط من 3 مراحل. وتنص المرحلة الأولى على انسحاب الجنود وعناصر الشرطة في البعثة الأممية من جنوب كيفو بحلول 30 من إبريل، على أن ينسحب عناصرها المدنيين في 30 من يونيو، فيما يفترض أن تغادر قوات الأمم المتحدة قواعدها في الرابع عشر في الإقليم قبل مايو وتسليمها إلى قوات الأمن الكونغولية. أعرب الرئيس الفلبيني فرناندو ماركوس الابن اليوم الخميس عن تفاؤله بأن الفلبين وأستراليا ستواصلان رفع مستوى علاقاتهم من خلال تحسين التعاون الدفاعي والاقتصادي والبحري والتكنولوجي. وفي تصريحاته التي ألقاها في مكتب رئيس الوزراء الأسترالي في كانبرا بأستراليا، قال ماركوس أنه أجرى مناقشات مثمرة مع البانيز حول مجموعة واسعة من الفرص والقضايا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بحسب وكالة الأنباء الفلبينية. وقال ماركوس أن الاتفاقات الثلاثة التي تم توقيعها خلال زيارته لكانبرا ستساعد في تعزيز تبادل المعلومات وبناء القدرات وقابلية التشغيل البيني بين الوكالات الحكومية ذات الصلة في كلا البلدين في المجال البحري والتكنولوجي والسيبراني والحيوية وقانون المنافسة. هذا وقالت وزارة الخارجية الصينية أن التعاون الأمني البحري يجب أن لا يضر بالدول الأخرى ويقوض السلام الإقليمي، وذلك ردا على سؤال بشأن قيام أستراليا والفلبين بدورية بحرية وجوية مشتركة في بحر الصين الجنوبي. بلغ معدل حديثي الولادة في كوريا الجنوبية في العام 2023 أدنى مستوى له منذ بدأ هذه الإحصائيات سنة 1970 وفقا ما أفادت سول، رغم إنفاق الحكومة مليارات الدولارات لتشجيع الولادة. وقال لي من وينغ إيل من مكتب التعداد في وكالة الإحصاء الحكومية في تصريح صحفي إن عدد المواليد الجدد في العام 2023 بلغ 230 ألفا، أي أقل بنسبة 7.7% عما كان عليه في سنة 2022. وفي عام 2023 بلغ المعدل المواليد لكل 1000 نسمة 4.5% مقابل 4.9 في العام 2022 بحسب البيانات الأولية. وللحفاظ على العدد الحالي للسكان 51 مليون شخص، سيتعين على النساء إنجاب 2.1% طفل في المتوسط خلال حياتهن، لكن في العام 2023 استمر معدل الخصوبة في التراجع ليصل إلى 0.72. وأنفق السوق مبالغ طائلة في محاولة تشجيع الولادة من خلال دفع إعانات لرعاية الأطفال وتوفير مساعدات في علاجات العقم. ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن روسيا أطلقت قمرا اصطناعيا إيرانيا للأبحاث سيقوم بمسح التضاريس الإيرانية من مدار يبعد 500 كيلومتر. والقمر الاصطناعي للاستشعار عن بعد باريس 1 الذي أطلقه صاروخ سويز روسي من قاعدة فستشين الفضائية
يزن 134 كيلوغراما ومزود ب3 كاميرات. ويقع المركز الفضائي الذي دخل الخدمة في العام 2016 في منطقة أمور بأقصى شرق روسيا على مسافة ليست بعيدة عن الحدود الروسية الصينية، وعلى بعد حوالي 1500 كيلومتر من ميناء فلادوفستيكي. وأرسلت روسيا القمر الاصطناعي الإيراني للاستشعار عن بعد إلى المدار في العام 2022 من قاعدة بايكنوير الفضائية في كازاخستان، مما يعكس تعاونا علميا أعمق بين البلدين الخاضعين لعقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. تذكير بالعناوين مرة أخرى. وفد إريتريا يخاطب مجلس حقوق الإنسان. العثور على آثار قديمة في أودوليس. نفير تنموي في إنجنيقيا. بعثة الأمم المتحدة تبدأ انسحابها تدريجيا من الكونغو الديمقراطية. الرئيس الفلبيني يشير إلى رفع مستوى العلاقات مع أستراليا. معدل الولادة بكوريا الجنوبية في أدنى مستوى له. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.